السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طلبة جريد 4. النهاردة هنشرح ليسون 1 في كونسيبت 2. بصوا معايا كده يا ولاد في اكتيفيتي نمبر 1. can you explain، يعني هل تستطيع ان تشرح؟ اول حاجة جايب لي هنا صورة للهيومن، صورة للأول اللي هي البومة، صورة للدب، وصورة تانية للإيجيبشيان مونجولز. تمام يا ولاد؟ can you notice how the above living organisms receive information from their surrounding environment and how they are responding to them. يعني يا ولاد ازاي الليفينج اورجانيزمز اللي عندي دي بتستقبل المعلومات من البيئة المحيطة، وازاي هي بتستجيب للانفورميشنز دي. تمام يا ولاد؟ طبعا احنا خدنا الفايف سنسز. مين يا ولاد يقول لي الفايف سنسز ايه هما الحواس الخمسة اللي عندنا؟ الفايف سنسز يا ولاد طبعا احنا عارفينهم. الهيرنج، الفايف سنسز عندنا الهيرنج، السايت، السميل، التيست، تاتش. يبقى قولوا معايا كده يا ولاد: hearing، sight، smell، taste، touch. يعني السمع والرؤية وحاسة الشم والتذوق وايه والتاتش اللي هي حاسة اللمس. ماشي يا ولاد؟ طيب number 1, humans have ears which are the organs of hearing to listen to music. يعني الإنسان عنده ears، عنده أذن، which are the organs of hearing اللي بتبقى ده عضو السمع بالنسبة للإنسان اللي بيسمع بيه music. تمام كده يا ولاد؟ يبقى الهيومن عنده ايه؟ عنده ears، والايرز دي هي الاورجان اوف هيرنج، يعني عضو السمع، to listen to music عشان يستمع الى الموسيقى. طب اولز يا ولاد يعني ايه؟ يعني البومة. طيب البومة دي عندها ايه؟ have extraordinary senses of hearing، يعني عندها حاسة عالية جدا وغير طبيعية of hearing من السمع. يبقى حاسة السمع عندها يا ولاد الحاسة دي حاسة استثنائية مش موجودة غير عند البومة بس اللي هو الأول. تمام؟ and sight يبقى عندها حستين يا ولاد. يبقى البومة عندها حستين استثنائيتين اسمهم ايه؟ السمع وايه؟ والرؤية. to be able to find their berries in the dark، يعني هي عشان تقدر، عندها حاسة السمع وحاسة الرؤية عشان تقدر تجد الفريسة بتاعتها بسهولة في الظلام بالليل يا ولاد. تمام؟ يبقى كده الأولز have extraordinary senses of hearing and sight to be able to find their berries in the dark، في الظلام. طيب يا ولاد الدوجز، الدوجز have very sharp senses، have very sharp ايه؟ senses from مين؟ hearing and smell. خلي بالكم يا ولاد الحاجات دي بتيجي complete the following. يقول لك الدوجز have very sharp senses of نقط and نقط، فانت بتقول له الكلب عنده حاسة عالية جدا من ايه؟ من السمع ومن السميل ومن الشم. يبقى السمع والشم hearing and smell which are used بيستخدمها في ايه بقى يا ولاد؟ in guarding. guarding يعني ايه؟ يعني الحراسة. guarding يا ولاد يعني الحراسة. يبقى بيستخدمها في ان هو يحرس. كتير بيقول لك الكلب البوليسي اللي هو
بيحرس وبيشم، بيسمع دبة النملة، بيسمع كويس جدا وبيشم ريحة الحاجة وبيميزها، فعنده حاسة الهيرنج وايه والسميل يا ولاد. طيب الايجيبشيان مونجوز، ايجيبشيان مونجوز ده يا ولاد اللي هو النمس المصري، اسمه النمس ايه؟ النمس المصري. ماشي يا ولاد. طيب النمس المصري الايجيبشيان مونجوز ميكس ساوندز، يعني بيصدر اصوات يا ولاد، بيصدر اصوات. ممكن يجي يقول لي give reason، والسؤال ده بيجي كتير قوي يا ولاد. give reason the Egyptian mongoose makes sounds، ليه بيعمل اصوات؟ هتقول له كده number 1 to communicate with other mongooses to move from one place to another، يعني بيتصل communicate يعني يتصل، بيتصل مع المونجوسس الأخرى، يعني النمس صاحبه التاني والتالت والرابع بيفضل يتصل معاهم عن طريق الصوت to move عشان ينتقلوا من مكان لمكان تاني، عشان يقول لهم تعالوا نروح من المكان ده لمكان تاني. and when searching for food، يعني ولما يكون بيبحث عن الطعام. يبقى تاني حاجة اهي نمبر 2 هتبقى searching for food. يبقى ليه give reason the Egyptian mongoose makes sounds، بيعملوا أصوات ليه يا ولاد؟ هقول له أول حاجة to communicate with other mongoose to move from one place to another، عشان ينتقلوا من مكان لآخر. ونمبر 2 هقول له when searching for food، يعني لما يبحثوا عن الطعام. طيب from the previous explanation we conclude that animals have senses، يعني الحيوانات have senses، عندها الإحساس أو الحواس بتاعتها زي مين؟ زي الهيومنز. تمام يا ولاد؟ يعني animals have senses like humans، يعني عندها حواس زي الهيومن بالظبط، زي الإنسان. that enable them to communicate with each other and adapt to their surrounding environments. يعني الانيمالز عندها حواس زيها زي الإنسان بالظبط، بتمكنها من إن هي تتصل بالآخرين وإن هي تكيف نفسها مع البيئة المحيطة. surrounding يعني محيطة، environment يعني بيئة، to communicate يعني تتصل مع غيرها. تمام يا ولاد؟ طيب in this concept we will study، يعني في هذا الكونسبت يا ولاد احنا هندرس الدولفين سينسز، يعني الحواس بتاعت الدولفين، السوبر سينسز اوف some animals، يعني الحواس العالية جدا بتاعت بعض الحيوانات. هندرس the nervous system and how it works، يعني الجهاز العصبي وازاي هو بيشتغل. طيب songs of wolves، يعني songs of wolves اللي هو الصوت بتاع الحيتان يا ولاد. how the five senses work، ازاي الخمس حواس بيشتغلوا. communication systems، يعني أنظمة التواصل. تمام يا ولاد؟ نقرا الوردز مع بعض. extraordinary يعني استثنائي، responding يعني يستجيب، النمس المصري يعني Egyptian mongoose، حراسة يعني guarding يا ولاد. تمام كده؟ طيب ناخد بقى activity number 2 يا ولاد اللي هو الدولفين senses. dolphin senses، ازاي الحواس بتاعت الدولفين بتشتغل. طيب بصوا معايا كده يا ولاد. look at the opposite graph، بيقول لك بص على الجراف ده and put true or false، ونضع صح او غلط. تمام.
بصوا معايا كده يا ولاد. living organisms in the graph have similar hearing senses. يعني living organisms اللي موجودة عندي على الجراف ده يا ولاد بيبقى عندهم نفس حاسة السمع. بصوا معايا بقى يا ولاد كده، هنا strength of hearing يعني نسبة السمع بتاعتهم قد ايه. طبعا الهيومن لحد 20 نسبة السمع عنده 20%. دوجز الكلب نسبة السمع عنده بتبقى يعني قول مثلا 50%. طيب الدولفين نسبته كام يا ولاد؟ نسبته 160%. يبقى كام يا ولاد؟ ايه اكبر واحد؟ الدولفين، وبعدين اللي قبله على طول الدوجز، وبعدين اللي قبله على طول الهيومنز. يبقى اكتر واحد بيسمع هو الدولفين، اكتر من الكلب واكتر من الانسان. يبقى الدولفين والدوجز والهيومنز مش متساويين في ايه؟ في الهيرنج، في حاسة السمع. يبقى دي يا ولاد هتبقى فولس، لان هما مش متشابهين خالص في حاسة السمع. كل واحد عنده حاسة السمع بنسبة معينة. تمام يا ولاد؟ dolphins have sharp senses. يعني الدلافين عندها حواس عالية جدا وحادة جدا. sharp يعني حادة، يا ولاد. that help them بتساعدهم to survive through. يعني بتساعدهم ان هم يعيشوا او يحيوا ما يموتوش. بيساعدهم على البقاء. يعني survive يعني البقاء. من خلال ايه يا ولاد؟ من خلال finding food، يعني ان هم يجدوا الطعام. يعني تخيل كده الدولفين بيجد الطعام عن طريق حاسة السمع بتاعته. ازاي؟ ان هو بيسمع مكان الفريسة بتاعته وياكلها على طول، سواء بقى كانت سمك او حيتان او اي حاجة موجودة في البحر. فهو عن طريق حاسة السمع بتاعته بيعرف مكان الفريسة، فبالتالي بيلاقي الفود بتاعه finding food. طيب protecting themselves under water يعني ايه يا ولاد؟ يعني protecting يعني بيحموا نفسهم protecting themselves يعني بيحموا نفسهم under water تحت المية. بيحموا نفسهم تحت المية عن طريق الهيرنج، لأنه لما بيسمع صوت حاجة جاية تفترسه بيسمع صوتها فبيقدر يحمي نفسه وياخد احتياطاته. طيب the most خلي بالك دي بتيجي give reason. السؤال ده بيجي give reason، اديني سبب ان الدولفين have sharp senses. عنده sharp senses، هتقول له هو عنده فعلا sharp senses of hearing to help them survive through finding food and protecting themselves underwater. تمام يا ولاد؟ the most sharp sense يعني الحاسة الحادة عنده. that dolphins have the sense of hearing. عنده حاسة السمع عالية جدا. since they can hear all kinds of sound يعني يقدر يسمع. hear يعني يسمع، all kinds يعني كل أنواع الأصوات. يقدر يسمع كل أنواع الأصوات. تمام كده يا ولاد؟ طيب how can dolphins locate organisms and other things underwater. ازاي الدولفين ده يا ولاد بيقدر يحدد مكان الأورجانيزم؟ locate يعني يحدد. locate يا ولاد يعني يحدد. يبقى ازاي الدولفين بيحدد مكان الكائنات والأشياء الأخرى and other things يعني الأشياء الأخرى underwater تحت المية. ازاي بيقدر يحدد مكان الأورجانيزم دي تحت المية يا ولاد؟ طيب شايفين الدولفين ده لقى السمكة هنا اهي، فالدولفين ده هيصدر ليها أمواج بروديوز وساوند ويفز. بيصدر أمواج يا ولاد اسمها أمواج صوتية. يبقى بيصدر ايه يا ولاد؟ بيصدر أمواج صوتية. يبقى الدولفين هيصدر ساوند ويفز. الساوند ويفز دي هتبقى في اتجاه مين؟ في اتجاه الأورجانيزم اللي هو الفيش. تمام؟
طب الفيش بقى يا ولاد هتعمل ايه؟ الفيش دي يا ولاد هتعمل ايه؟ الفيش بقى هترجع تاني تعمل ويفز تانية في اتجاه الدولفين، اسمها الايكو ويفز. اسمها ايه يا ولاد؟ ايكو ويفز. يعني ايه الايكو ويفز؟ يعني صدى الصوت بتاع الامواج، يعني صدى ايه؟ صدى الصوت. يبقى اسمها ايكو ويفز، امواج صوتية برضو، بس ايه؟ امواج صوتية برضو يا ولاد، بس بالايكو، بالصدى. تمام كده؟ طيب الايكو ويفز والساوند ويفز نحفظها يا ولاد عشان مهمة وبتيجي في الساينتفك تيرم. تمام؟ طيب نركز بقى كده في الكلام اللي مكتوب. دولفينز الدولفين dolphins use a property known as echolocation. يعني الدولفين بيستخدم خاصية property يا ولاد، يعني خاصية. property يعني خاصية known as echolocation. الخاصية دي يعني الدلافين دي عندها خاصية يا ولاد اسمها echolocation. depends on echo، بتعتمد على الصدى. يبقى الايكولوكيشن دي بتعتمد على الصدى to determine the location of the living organisms and objects in the water. يبقى عشان تحدد مكان location، يعني مكان of other living organisms للكائنات الحية الأخرى and الأوبجكتس والأشياء تحت المية. يبقى يا ولاد الدولفينز بتستخدم خاصية اسمها خاصية الإيكولوكيشن. إيكولوكيشن ده depend on echo، بتعتمد على الصدى to determine the location of the other living organisms and objects in the water. تمام؟ طيب الايكو يا ولاد يعني ايه بقى ايكو؟ ايكو ده اللي هو الصدى، صح؟ الصدى الصوت. صدى الصوت ده هو ايه بقى؟ is the bouncing back of sound waves of sound waves. يبقى هو رجوع الساوند ويفز. قلنا هنا بتصدر ساوند ويفز وترجع لها تاني في هيئة ايكو ويفز. يبقى الايكو is the bouncing back of sound waves when they hit a solid surface. لما بتصطدم بمكان أو سطح صلب. سطح صلب solid surface يعني إيه؟ يعني سطح صلب. تمام؟ bouncing back يعني رجوع. bouncing back يعني رجوع. يبقى الإيكو يا ولاد is the bouncing back of sound waves when they hit a solid surface. يعني لما بيصطدم او يضرب اسوليد سيرفس، لما بيوصل لهنا ويلاقي حيطه هنا بيروح الصوت كده في هيئه ساوند ويفز ويرجع تاني باونسنج باك تو دولفين عن طريق الايكو. ايه يا ولاد؟ الايكو ويفز. تمام؟ طيب let's see how dolphin use the sense of echolocation. ازاي بقى الدولفين ده بيستخدم الايكولوكيشن؟ اول حاجه يا ولاد الدولفين ده بروديوسز. ثانيه واحده نمسح مع بعض كده يا ولاد عشان نقدر نفهم. طيب دولفين بروديوسز يعني بتصدر الدلافين بتصدر ساوند ويفز زي ما احنا قلنا هنا اهي ساوند ويفز ذات ترافل ثرو ووتر، والتي تسافر عبر الماء. ماشي؟ يبقى dolphin produces sound waves that travel through water، اللي بتوصل ايه خلال المية. These waves يا ولاد hit objects، يعني هذه الأمواج بتضرب أو تصطدم بالأشياء objects then bounce back، وبعد كده ترجع. الرجوع ده اسمه bounce back. الرجوع ده يا ولاد اسمه ايه؟ bounce back.
يبقى these waves hit objects then bounce back to the dolphin in the form of echo. على هيئة ايه؟ بترجع تاني على هيئة echo waves زي ما احنا قلنا، على هيئة صدى. يبقى بترجع للدولفين تاني في هيئة صدى. يبقى these waves اهي يا ولاد hit objects then bounce back، ترجع تاني bounce back to the dolphin للدولفين in the form of echo في هيئة صدى. الايكو بقى ده helps the dolphin to locate، بيساعد الدولفين to locate its prey عشان يلاقي الفريسة بتاعته and other object والأشياء. يبقى يا ولاد الايكو helps the dolphin to locate its prey، يعني بتساعد الدولفين ان هو يجد الفريسة بتاعته والأشياء الأخرى. فهمناها كده يا ولاد؟ سهلة خالص اهي. يبقى بتروح في هيئة ساوند ويفز تصطدم بالأوبجكت، ترجع تاني باونس باك تو ذا دولفين in the form of echo. الإيكو يا ولاد بيساعد الدولفين إن هو يلاقي الفريسة بتاعته، السمكة مثلا اللي هياكلها، ويبدأ في إيه يا ولاد؟ إن هو ياكلها ويتغذى عليها. تمام كده؟ طيب ناخد التشيك ده يا ولاد في السريع كده. بيقول لك both true or false smell is one of the most sharp senses of dolphins. يعني حاسة الشم واحدة من الحواس الحادة جدا عند الدولفين. لا طبعا يا ولاد هي مش هتبقى السميل خالص، هي هتبقى الهيرنج. تمام؟ يبقى دي فولس يا ولاد. طيب ايكو helps dolphins locate their prey، يعني الصدى بيساعد الدولفين to locate their prey، ان هو يجد الفريسة بتاعته. طبعا صح يا ولاد، بيساعد الدولفين ان هو يلاقي فريسته. تمام؟ نقرا مع بعض بقى الوردز يا ولاد، والوردز دي سيف. ماشي؟ الحواس الفائقة. يعني ايه يا ولاد الحواس الفائقة؟ الحواس الفائقة يعني sharp senses. يتعايش يعني survive. يحدد مكان يعني locate. تحديد الموقع بالصدى يعني echolocation. صدى يعني echo. صدى يعني ايه يا ولاد؟ يعني echo. موجات يعني waves. يصطدم يعني hit. يرتد أو يرجع bounce. يرتد أو يرجع يعني ايه يا ولاد؟ يعني bounce. يبقى الحواس الفائقة sharp senses. يتعايش يعني survive. يحدد مكان يعني locate. تحديد الموقع بالصدى يعني echolocation. صدى يعني echo. موجات يعني waves. يصطدم hit. يرتد أو يرجع يعني bounce. ماشي يا ولاد؟ activity number 3 بقى يا ولاد. what do you already know about senses at work؟ يعني انت تعرف ايه عن السنسز الحواس وازاي بتشتغل. senses at work، ازاي الحواس بتشتغل. ماشي يا ولاد؟ animal perceptions. يعني ايه animal perceptions؟ يعني الإدراك الحسي للحيوانات. الإدراك الحسي للحيوانات يبقى اسمها animal perceptions. ممتازين يا ولاد. You have known that animals have senses. يعني احنا كلنا عارفين ان ان الحيوانات عندها حواس have senses like those of humans. يبقى شبه الحواس اللي عند الإنسان. each animal can use more than one sense. يعني كل حيوان ممكن يستخدم أكتر من حاسة واحدة for more than one purpose. والكلام ده بيبقى الغرض واحد بس. يعني ممكن استخدم كذا حاسة في غرض واحد بس. to adapt to its habitat، عشان ان هو يتأقلم مع الموطن بتاعه
as shown in the following examples. يبقى يا ولاد كل حيوان بيستخدم أكتر من حاسة في one purpose، يعني في هدف واحد أو غرض واحد. ليه؟ to adapt to its habitat. ممكن تجيلي give reason ليه بتستخدم أكتر من حاسة في one purpose، في غرض واحد بس. هقول له to adapt to its habitat عشان يتأقلم مع الموطن بتاعه. يعني مثلا يا ولاد لو خدنا مثال زي الفينيك فوكس اللي احنا خدناه قبل كده. طب الفوكس ده هيستخدم ايه؟ هيستخدم، وخلي بالك الفوكس ده الأول برضو اللي هي البومة زيها بالظبط. يبقى الفوكس والأول السنسز بتاعهم ايه؟ الهيرنج والسايت، يعني السمع وايه يا ولاد؟ السايت الرؤية. يبقى السمع والرؤية بيستخدمهم في ايه؟ to avoid danger او avoiding danger، عشان يتجنب الخطر. تمام يا ولاد؟ عشان يتجنب الخطر. طيب الكاميليون بقى يا ولاد، الكاميليون دوت بيستخدم ايه؟ الكاميليون يا ولاد بيستخدم السايت والتيست، بيستخدم حاسة الرؤية وحاسة الايه؟ التذوق. يبقى حاسة الرؤية وحاسة التذوق سايت اند تيست. finding ايه يا ولاد؟ finding food عشان يجد الطعام، او searching for food. يبقى هو بيستخدم حاسة الشم وحاسة الرؤية علشان يلاقي الطعام بتاعه. طيب الدب بقى يا ولاد، والدب ده معاه الكات برضو عنده نفس الحواس. الكات القطة عندها نفس الحواس اللي عند الكلب، اللي هي السميل اند سايت. سميل اند سايت يا ولاد، حاسة الشم وحاسة الرؤية. to recognize friends، يعني عشان يجد أصدقائه. بيستخدم حاسة ايه؟ السميل اند سايت عشان يجد أصدقائه. لما بيجي يبقى عايز صحابه بيستخدم الرؤية وبيستخدم حاسة ايه؟ الشم. طب ممكن نغير الهدف، يعني لو هو مثلا بيستخدم في الحراسة جواردنج يبقى هيستخدم حاسة ايه؟ الهيرنج والسايت. واحنا طبعا عارفين ان اكتر حاجة بتستخدم في الجواردنج هي الدوج يا ولاد. طيب المونكي بقى، المونكي القرد بيستخدم حواس ايه؟ بيستخدم all senses. اكتبوها عندكم كده يا ولاد، all senses، يعني بيستخدم كل الحواس all senses. بيستخدم كل الحواس، يعني بيستخدم التاتش اللمس، بيستخدم السميل حاسة ايه؟ الشم، بيستخدم السايت اللي هي الرؤية، بيستخدم التيست التذوق، بيستخدم الهيرنج. يبقى بيستخدم all senses. تمام؟ طب بيستخدمهم في ايه يا ولاد؟ to identify objects، عشان يتعرف على الأشياء. للتعرف على الأشياء بيستخدم كل الحواس بتاعته عشان يتعرف على الأشياء. secure understanding، يعني هنحل مع بعض اللي تشيك ده يا ولاد. The owl can search for food using its sight sense، يعني الأول بتاعنا يا ولاد can search for food، بيبحث عن الطعام باستخدام حاسة الرؤية. طبعا فولس يا ولاد. هو بيستخدم حاسة السايت سينس، يعني بيستخدم السايت سينس مش عشان يجد الطعام بقى، لا، عشان avoid danger، عشان avoiding danger، عشان يتجنب الخطر. طب the cat can avoid danger using its taste sense،
يعني القطة بتتجنب الخطر using التيست اللي هو حاسة التذوق؟ لا طبعا، هي بتستخدم حاسة التذوق ليه؟ عشان يعني تدوق الطعام، الفود. تمام. يبقى دي فولس يا ولاد. طيب نقرا مع بعض الوردس. الإدراك الحسي يعني بريسبشنز. الإدراك الحسي يعني بريسبشنز. طيب الغرض يعني ايه؟ purpose. يتكيف يعني adapt. recognizing يعني التعرف على. avoid يعني يتجنب. خلاص يا ولاد، ان شاء الله الفيديو الجاي نحل مع بعض الاكسرسايزز اللي على الليسون دي ان شاء الله. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ولاد يشترك في القناه ويعمل لايك عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلكم. ولا تنسونا في دعائكم الصادق. وشكرا جزيلا لكم يا ولاد، والى اللقاء في الفيديو الجديد. يلا باي باي.